ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، اتفضلي. يا رب دايما. دلوقتي انا عندي 2 توأم، فواحد جيت عشان اقدم لهم في المدرسة، واحد اتقبل والتاني اترفض. اوكي. فطبعا ما ينفعش ان انا يعني اخلي ابني دوت في المدرسة وبنتي دي في مدرسة تانية، يعني واحد متكلم والتاني لا. هو اترفض عشان هو مش متكلم يعني؟ عشان هو مش متجاوب مع المدرسين والكلام ده كله، يعني هم عاملين اختبار، فطبعا البنت قبلوها لكن الولد لا. تمام. هو طبعا الافضل انه كان كل واحد فيهم يعمل انترفيو لوحده. انا ما اعرفش الكيس عندك ايه، كل واحد عمل انترفيو لوحده ولا اتعمل لهم الانترفيو هما الاثنين في نفس الوقت؟ لانه ده لا. بيأثر على التقييم، وبيحصل غصب عننا في المدارس بيعملوا المقارنه دي. فيفضل انه لما يكون في توأم ان كل واحد يعمل انترفيو لوحده عشان ياخد وقته وما يتقارنش باي طفل تاني. اذا المدرسه متمسكه برضه بموقفها انه مش ما تقبلش الاثنين، برضه نفس النصيحه، حاولي تشوفي مدرسه تانية تقبلهم، تعملي الانترفيوهات منفصله، يعني تاخديهم الاثنين كل واحد يعمل انترفيو في يوم تاني. وتشوفي مدرسه متقبله فكره انه الطفلين يبقوا موجودين مع بعض في المدرسه. يمكن بس المدرسه ساعات بتصر ان هم يبقوا الاخوات مع بعض لو هم اخوات، يمكن. لا، انا شايفه ان نور هي اللي عايزاهم يبقوا الاثنين مع بعض. لا، يبقوا مع بعض ماشي، بس ممكن بتقولي لها حتى في الانترفيو لا يروح كل واحد لوحده. افرض المدرسه يقول لك لا احنا عندنا سلوت معينه، لو انتوا عيله تعالوا انتوا عيله، ما تقعدوش بقى ما تقدمش للاثنين في نفس الوقت، ده في يوم وده في يوم. طيب هل ممكن يكون بعيدا عن بقى انه مثلا واحد متكلم والتاني لا، افرض مثلا حد عنده مشكله في تخاطب مثلا، او لسه مثلا عنده حاجه سايكولوجيكال شويه، متلعثم، خايف، عنده رهاب، ايا كان، خلاص، ايه الكيس في حاجه زي كده؟ هل المدارس بترفض من بابه، مش عايزين وجع دماغ برضه زي ما انت بتقولي؟ لا، مش كل المدارس طبعا. طب ايه بقى، وازاي نميز ان مثلا ولد مكسوف من ان ولد يعني عنده مثلا كيس وكيس تتعالج عادي؟ دور الام او هو ايفر هيبقى في الانترفيو ان هو يبقى يوضح من الاول خالص اذا كان ابني، يعني في بعض الامهات بتخاف انها تقول ان ابني عنده مشكله فيترفض، مع انه الصراحه مطلوبه، لانه المدرسه هتبقى شريكتك في اي خطوه. ممكن تبقى هي نفسها دريانه، ممكن تكون فاكره هو بيتكسف وخلاص زي ما انت قلتي فعلا، مش عارفه ان هي مشكله اكبر. طيب في الحاله دي يبقى احنا لما هنخضع التوحد مثلا، اما هنخضع التوحد بيبقى فيه دينايل اصلا، الاهل بيبقوا رافضين. الاهل بيبقى رافض، مش متقبل انه المدرسه تقول الفكره دي موجوده. فانا نصيحتي انها تروح وتقدم يعني الكيس دي بتاعت النور، انها تقدم لكل واحد على حده. وفي حاله الطفل الخجول، لو انا عارفه المشكله انا هقول للمدرسه والله انا عندي ابني عنده كده كده كده، بس انا اخدت خطوات كذا كذا في الحل. يعني لو مثلا على سبيل المثال عنده مشكله في التخاطب، فاقول والله هو بيتكلم ببطء شويه، بس انا حاولت اعالج المشكله دي بان انا اخدته عند حد متخصص تخاطب. لو انا مش عارفه يبقى انا هستنى اشوف المدرسه هتقول لي ايه اسسمنت. ناس في الاديوكيشن بقى لهم كتير، انا مش في الاديوكيشن خالص كأم ومش عارفه حاجه عن الاسسمنت اللي بيتعمل، فاستنى ريبورت اللي المدرسه تديهولي. ولو المدرسه ما ادتنيش ريبورت انا اسال طب انتوا شفتوه ازاي سلوكيا، شفتوه ازاي نفسيا، شفتوه ازاي على المستوى التعليمي، واخد الاسسمنت ده وبيزد عليه ابدا اخد قراراتي. لقيت ان ابني فعلا عنده مشكله زي مثلا توحد، زي تخاطب، زي مشكله نفسيه، ابدا اخد خطوات يعني في ان انا احل المشكله. ما اروحش انه لا على فكره ابني هو بس خجول لكن هو بيعرف يتكلم عادي. ما تلاقيمش يعني زي ما بيقولوا يعني الاخصائيين هيبقوا عارفين اكتر. طيب احنا معانا